السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي، وحشتوني كتير. النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نفرز الملوخية، ودي طريقة سهلة وبسيطة جدا ومفيهاش اي حاجة صعبة. اول حاجة طبعا انا قطفت الملوخية زي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله. بعد كده نقعتها في شوية مية، علشان طبعا لازم ننقعها ونغسلها كويس عشان الرمل والمية يعني الرمل والطين والحاجات دي تقع في المية وما يبقاش فيها اي تراب او اي حاجة. شايفين اصلا المية عاملة ازاي؟ بصوا، لان طبعا الملوخية بتبقى في الارض فبتبقى مليانة طين، يعني قريبة من الارض فبتبقى كلها طين. بصوا شايفين؟ طبعا احنا بنقعد نغسلها كذا مرة، وبعد كده بنصفيها في مصفى او حاجة واسعة، علشان لو في لسه فيها شوية مية نقدر ان احنا ننشفها بطريقة اسرع. يعني الملوخية جميلة جدا، ودي طريقة سهلة قوي وبسيطة ان احنا نفرزها بيها. بتقعد على فكرة ممكن في الفريزر بالسنين طالما انتي مفرزاها او مخزناها بطريقة سليمة وصحيحة. انا هنا عماله اضغط عليها اهو عشان تنزل الميه اللي جواها في الطبق. تحت المصفى دي في طبق، طبعا انا بضغط على الملوخيه عشان تنزل اهو. حبيت برضو اوريها لكم، بصوا ما شاء الله جميله ازاي، ما شاء الله. الملوخيه انا مش بطلعها او احطها في الشمس او كده. انا دايما بعد ما بغسلها بسيبها تنشف شوية، وبعد كده بنشفها بقماشة نضيفة او بفوطة كبيرة تكون برضو نضيفة، وببدأ ان انا اعبيها في اكياس تلاجة او اكياس نضيفة علشان خاطر اشيلها في الفريزر. بتقعد بقى في عمر، يعني بتعيش في الفريزر ممكن سنة، ولو انت عاوزة تفرزيها عشان رمضان برضو هتعيش. في بقى ناس بيقوموا عاملينها بالمخرطة، مخرطينها بقى بعد ما ينشفوها بيحطوها في الشمس وبعد كده بيخرطوها بالمخرطة ويشيلوها متخرطة. انا لقيت ان الطريقة دي يعني مش احسن حاجة بصراحة. لقيت ان انا اشيلها في الكيس وهي سليمة كده صحيحة، واطلعها مثلا اضربها في الكبة او في الخلاط، واكون عاملة شوية الشوربة مظبطة، يعني الشوربة على النار، واقوم حاطة على طول فيها الملوخية. وبتبقى بصراحة بالطريقة دي جميلة جدا وسهلة، وبتبقى بسيطة ومش بتحتاج تعب او مجهود. يعني بالذات طبعا الامهات اللي عندهم اطفال بيعرفوش يعملوا طبعا اي حاجة. فدي طريقة سهلة وبسيطة للام اللي عندها طبعا اطفال وعايزة تطلع الحاجة على طول، او مثلا عروسة وعاوزة برضو تفرز الحاجة. لو مامتها يعني عايزة تفرز لها يعني الحاجة، فبرضو دي طريقة سهلة. بطلع، بصي اعملي دايما زي ما انا بعمل اهو. انا دلوقتي بتك على الكيس عشان اطلع الهواء اهو، لان الهوا ده لازم يطلع عشان لو فضل ممكن يبوظ الملوخية وهي متجمدة. انا دلوقتي بضغط على الكيس واطلع الهوا اللي فيه. بصوا ما شاء الله انا عاملة الكيس وجبة، يعني الكيس ده هطلعه كده من الفريزر، احطه في الخلاط او في الكبة، افرمه واكون مسخنة الشوربة، ونحط على طول نفضي في الشوربة ونقلب. وطبعا نعمل الطشة اللي هي بالثوم والكزبرة ونقوم طشنها. بس طريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي مشكلة. الف هنا وشفا وصحة وعافية يا رب علينا جميعا وعلى قلوبكم. يا رب اكون قدرت اوضح لكم طريقة سهلة كده وبسيطة في تفريز الملوخية الخضراء. الف هنا وشفا. يعني انا عمالة اضغط على الكيس عشان اطلع الهواء. الطريقة دي جميلة جدا لو هتعمليها عشان رمضان، وبرضو جميلة لو انتي عروسة، وبرضو جميلة لو انتي ست بتشتغلي. فرب اكون قدرت افيدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم.